مساء الفل يا جماعه. تعالوا اوريكم كده احدث تكنولوجي وصلت ليها بي واي دي. وصلت لفين؟ طبعا كلنا عارفين ان العربيه الكهرباء احنا بنشحنها بس، لكن تاخد كهرباء من العربيه الكهرباء وتشغل 220 فولت دي حاجه جديده. بي واي دي عملت حاجه اسمها خاصيه او اختراع اسمه الفي 2 جي. الفي 2 جي ده اللي هو انت تقدر تاخد كهرباء من العربيه، الكهرباء بتاعتك اللي هو ازاي؟ دلوقتي لو انا مثلا مسافر او عامل خيمه او عامل تخيم في اي حته مثلا في الصحراء او عامل كامبينج، فانت بتحتاج كهرباء، فانت ممكن تاخد كهرباء 220 فولت من العربيه الكهرباء، تشغل ميكرويف، تشغل تلفزيون، تشغل كاتل، اي حاجه تستحمل معاك لغايه 16 امبير. اول كده ايه، كل سنه وانتم طيبين، اعملوا شير اللايف ده، وال 150 واحد اللي على اللايف شير كده ولايكات كتيره، الله يبارك لكم عشان اوريكم حاجه جميله جدا. يلا اول حاجه كده خش يا ابو الصحاب، افتح العربيه. بص، لو جينا دي عربيه بي واي دي 1 بلس، لو جينا دخلنا عند اي مدخل شحن عربيه كهرباء هنلاقي هنا مدخل للشحن البطيء ومدخل للشحن السريع. طيب خاصيه الفي 2 جي بتعمل ايه يا عم توني؟ خاصيه الفي 2 جي دي هدي الاول كده نوريها للناس الاول، نعرف الناس ان دي بص مدخلها، بص دي مدخلها تايب 2 عادي تمام. ايوه. من الناحيه الثانيه بتتحول، تقدر تحط فيها كهرباء 220 فولت او تحط فيها مشترك. طيب نشوف عملي، نحطها كده في العربيه هوبا. ومعانا هنا في شحن، معانا هنا باور بانك بتاع بطاريه بتاعه الشنيور او بتاعه المفك الكهرباء بتاعنا. بصوا احنا دلوقتي حاطين اهو في العربيه تمام. المفروض اتحطت خارج من العربيه كده كهرباء 220 فولت تمام. الصوت كويس، في ناس تقول لك الصوت وحش، لا الصوت كويس. المفروض هنا ان العربيه تدي كهرباء 220 فولت، المفروض هنا ينور معاك الشاحن تمام. انت موصل كويس يا عفيفي ولا بوظته؟ لا والله بوصل. فداك يا ابو الصحاب. بصوا يا جماعه تمام، هنا نورت اهي، وقفلنا العربيه، الباب بتاعها مفتوح مش خلاص نورت اهي. بصوا نورت اهي الفي 2 جي تمام. هي كده العربيه خارج منها كهرباء 220 فولت 16 امبير، وكده الباب مفتوح. معلش اقفل الباب يا محمد، اقفل باب العربيه، اقفله كده خلاص تمام. دي هتنور معانا كده زي ما نورت من شويه. اول ما تنور هنلاقي هنا الجهاز ده نور، والعربيه الجهاز ده خد له 220 فولت تمام. الخاصيه دي معموله في شركه بي واي دي بس، او شركه بي واي دي من اوائل الشركات اللي اخترعت خاصيه الفي 2 جي. فاحنا حاجه جميله جدا يعني. ده لغايه ما تعمل، هو في حد فاتح كونتاكت؟ تمام. اشتغلت؟ لا لسه، كانت شغاله دلوقتي، اشتغلت وهي ظربت لما تعمل. لا انت كنت دايس على الزرار اللي بيدور العربيه اللي هو في الصيف لو انت عايز تدورها عن بعد. بصوا اشتغلت اهي. بصوا يا جماعه كده، دي كده كهرباء طالعه 220 فولت 16 امبير. ولو بصينا هنا هنلاقي هنا الشاحن ده شغال بيشحن البطاريه بتاعه الشنيور. طيب ممكن نشغل ايه تاني هنا؟ ممكن نشغل بقى تلفزيون. دي ميزه جميله يا جماعه في البي واي دي. لو انت رايح تعمل كامبينج انت والاسره، طالع عايز شوايه بالكهرباء، عايز المنفاخ اللي هو بيعمل الفحم بالكهرباء، تقدر تستعمل دوت تمام. جيت في الصيف وعايز تقعد وتبص قصب وتشغل المروحه، تحط المروحه جنبك وتشتغل. عايز تشغل تلفزيون، تقعد في الصحراء تشتغل، طلبت معاك تطلع الصحراء، العربيه دي هتطلع معاك الصحراء وتشغل منها كهرباء 220 فولت. دي من ضمن يا جماعه الحاجات الجميله اللي شركه بي واي دي عاملاها الفي 2 جي. هتشغل بقى، هي موجوده في عربيات كهرباء بنزين كتيره، بتاخد من البطاريه ال 12 فولت وبتحول 220. فانت الفكره نفسها جديده ان انت تاخدها من عربيه كهرباء تطلع كهرباء 220 فولت. فهي دي بس الحاجه جديده بالنسبه لناس كتير. والاختراع دون او خاصيه الفي 2 جي دي بي واي دي بس هي اللي عملتها في اول الشركات. موجوده عندي في الايونيك 5، وليها قطع بتتباع بتحول برضه الفي 2 جي دي، بتحول من كهرباء العربيه بتاخد منها كهرباء 220 فولت. فحاجه كده جديده ومحدش يسال يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. الكونفرت دوت، الكونفرت ده معمول للبي واي دي بس، هو بينزل العربيات الصيني كلها، لان هو بينزل هنا
جي بي تي تمام، وبيخرج معاك كهرباء 220 فولت. فكل شركه ليها القطعه نفسها بتاعت الفيتو جي. نشدها تاني ونفرجها ولازم تكون عربيتك بتدعم خاصيه الفيتو جي. يعني احنا لو شلنا كده اهو، ده الجي بي تي اهو تمام، هو شبه التايب 2. احنا لو حطيناها كده تاني هنلاقيها بتنور احمر، وبعد ما تنور احمر هتديك هنا نورت احمر اهي، وهتلاقي هنا العربيه او الحاجه اللي انت موصلها. نفس الفتحات بتاعت كابل المحطه. لا مش نفس الفتحات، هي نفس الفتحات بتاعت، يعني زيها من هنا زي بتاعت المحطه بتاعتنا بالظبط. لو جبنا زيها بس هنا ده الفيتو جي، ده اللي هو البروتوكول الصيني. لكن هو نفس البلاجه التايب 2 عادي، بس طبعا هنا مش متوصله، لان البلاجه التايب 2 متوصله من تحت هنا فيها بالنات، لكن الجي بي تي مش متوصل بيه بالنات. فزي ما انتم شايفين كده اهو، ماشيين مع السلك طبيعي، مفيش حاجه خارجه في النص على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، متوصله وبتشحن معاك في العربيه. اعملوا شير اللايف ده كده، ودي كانت حاجه جديده كده قلنا ايه، بصوا اهو على عينك يا تاجر بتشحن اهي ودي الحاجه اللي لقيناها دلوقتي عشان نوريها لكم. يعني دي حاجه اللي كانت في ايدينا دلوقتي عشان نشحن عليها العربيه ونوريها لكم مدتها. المهم لو انت اول مره بتشوفني، انا توني لطيف، بقدم محتوى خاص بعربيات الكهرباء واي حاجه تخص الطاقه النظيفه. فلو بتتابعنا اول مره اطلع كده اعمل لنا لايك للصفحه بتاعتنا وفولو، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اطلع اعمل لنا سبسكرايب كده جميل ولايك للفيديو ده. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.